يا أهلا بكل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة، وحلقة جديدة وأخيرة من حلقات سلسلة ليه رمضان اللي كانت موجودة معاكم طول شهر رمضان وكملت كمان معاكم في العيد. وخلاص وصلنا لآخر الحلقة اللي هنتكلم فيها عن المسلسل الأهم والأفضل من وجهة نظري، وهو مسلسل الحشاشين. مسلسل الحشاشين بطولة كتير جدا من النجوم: كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، سامي الشيخ ونجوم تانية كتير. المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. المسلسل طبعا أحداثه بتدور حوالين شخصية حسن الصباح، مؤسس جماعة الحشاشين، من أول ما ابتدى الفكر بتاعه يتكون لحد ما كون الجماعة، لحد ما بقت الجماعة دي موجودة ومتحصنة في قلعة ألموت، وشفنا الحاجات والأحداث اللي كانت هي مؤثرة فيها الجماعة دي، وصولا طبعا للخط النهائي اللي هو نهاية حسن الصباح، لأن احنا كنا متتبعين شخصيته بالأساس من بداية المسلسل. المسلسل ده طبعا يعتبر هو أهم عمل في رمضان ده لأسباب كتير جدا، أولها وأهمها بالنسبة لي إن هو أعاد تاني الدراما التاريخية للأجواء الرمضانية مرة تاني. طبعا المسلسل مش بيقدم التاريخ 100%، لكن برضه هو مسلسل تاريخي، هو متناول جزء من التاريخ، متناول جماعة ليها وجود في التاريخ، مستوحي كتير من أحداثه من التاريخ. طبعا في أحداث جانبية ملهاش علاقة بالأحداث الحقيقية، لكن يعني نقدر نقول إن نسبة كبيرة من الأحداث هي أحداث حقيقية. فهي دي الحاجة اللي كنا مفتقدينها في دراما رمضان، إن هو يكون في مسلسل تاريخي. والمسلسل مش بس تاريخي، هو المسلسل كمان معمول حلو على كل حاجة. يعني لو هنتكلم مثلا على مستوى الكتابة، المسلسل تدرج الكتابة بتاعه كان حلو جدا. يعني لازم نشيد بوجود الراوي اللي كان موجود في الحلقات الأولانية بشكل مكثف جدا في أول كل حلقة، لأنه كان وجوده بيشرح لنا الأحداث عاملة إزاي. كان دايما وجوده بيمنعنا من الارتباك. يمكن في الأول كان في حالة من الارتباك عند الناس اللي بتتفرج وأنا منهم، لأن احنا كنا بنحاول ندخل العالم ده ونحاول نفهم الفترة الزمنية دي كان إيه اللي بيحصل فيها بالظبط. فكان وجود الراوي مسهل الكلام ده جدا في الحلقات الأولانية، خصوصا أول 15 حلقة، لأن كان دايما بيبقى وجوده في أول كل حلقة بيشرح حاجة أنت ممكن تكون ما فهمتهاش، بيشرح بشكل مبسط جدا، فأنت تحس إن حتى لو الحلقة في حاجات أنت ما فهمتهاش وجود الراوي بيسهلها عليك. وطبعا يعني بما أننا جبنا سيرة الراوي، فكان بيقدمه الفنان أحمد الرافعي، وهو ممثل شاطر جدا وقدم شخصية الراوي بشكل حلو قوي. برضو من مميزات الكتابة أن أنت كان عندك خطوط أحداث كتير. كان عندك الخط اللي موجود في القلعة، ده من وجهة نظري طبعا كان الخط الأمتع بالنسبة لي. المثلث اللي كان موجود في القلعة، حسن الصباح وبرزك أميد وشخصية زيد بن سيحون، والصراع الخفي ما بين زيد بن سيحون وبرزك أميد في ان كل واحد فيهم بيحاول يثبت جدارته وكفاءته في ان هو يكون خليفة حسن الصباح بعد كده. فالصراع الخفي ده كان صراع كله خبث ولؤم وتقرب من حسن الصباح بطرق مختلفة، ومحاولة ان كل واحد فيهم يوقع التاني في مشكلة بخباثة. لكن الموضوع كان ملعوب بذكاء وشكله حلو، وكان في اداء تمثيلي حلو جدا من احمد عيد في شخصية زيد بن سيحون، وشخصية برزك أميد كمان اللي عملها سامي الشيخ. الخط الخاص بالقصر السلجوقي، وبنشوف ازاي السلطان اللي موجود على العرش بيواجه حسن الصباح وبيواجه جماعة حسن الصباح بتعمله في الدولة. فده كان خط برضو ساري جدا. كان في كمان خط رومانسي، خط يحيى بن المؤذن ونورهان اللي هي بقت بعد كده جارية في قلعة ألموت. شفنا طبعا القصة دي يمكن ناس كتير ما حبتهاش، ما حسوش ان هي افضل حاجة، لكنها كانت بتأثر في الأحداث بشكل ما. حتى الشخصيات اللي فيها أثرت في الأحداث، شخصية يحيى بن المؤذن من الشخصيات اللي اتعملت حلوة قوي واتمثلت كمان حلوة قوي. كانت شخصية جميلة جدا، تقلباتها كانت كتيرة جدا، وما كنتش عارف الشخصية دي هتكمل ولا لأ. عشان كده كان النهاية بتاعت الشخصية كانت مفاجأة، اللي كانت في الحلقة 28 تقريبا. فعلشان كده الشخصية دي كانت سرية جدا وكانت مؤثرة جدا. حتى لو الخط الرومانسي بتاعها ما عجبكش، فالخط اللي كان ماشي بقى طول الوقت ان هو بيوصل لقلعة حسن الصباح، وبعد كده بيدخل ويبقى من ضمن أتباعه، بعد كده بنشوفه هيعمل ايه. طول الوقت بقت الشخصية دي حطلك تساؤلات، انت مش عارف يحيى ده هل هو بقى من أتباع حسن الصباح ولا هو بيخدعه ولا هو عاوز يوصل لحاجة تاني. كانت التساؤلات دي كانت حلوة. وبرضو يعني المثلث بتاع الشخصية دي مع الاتنين صحابه سليمان وطيفور، الثلاثيه دي كانت حلوه جدا. كانت قيمه الصداقه باينه فيها حلوه قوي. فبرضو كانت الخط بتاع الاصدقاء الثلاثه دول اللي كانوا الثلاثه جنود في الجيش السلجوقي، ده كان خط حلو جدا وساري جدا برضو. وبرضو في خط ظهر بعد كده، وهو خط دنيا زاد زوجة حسن الصباح، اللي شفناها بعد كده ازاي بقت بتأثر في حياة حسن الصباح.
وبرضه بما اننا اتكلمنا عن الشخصيه دي، فدي من اكتر الشخصيات برضه تقلبا واتعملت حلوه قوي، لان الشخصيه دي كانت في الاول هي مؤمنه جدا بافكار حسن الصباح وبتسانده وكمان بتفكر معاه، وشفنا في الاول ان هي كمان كانت بتحط خطط معاه. لما لقت ان هي فقدت ابنها ولقت ان هي ما بقتش موافقه على افكار حسن الصباح، شفنا تقلب الشخصيه بتاعتها، شفنا ازاي الشخصيه اتقلبت 180 درجه. وبرضه القلبان ده ما كانش بين يوم وليله، جه تدريجي بشكل حلو. وبرضه مثلته حلو جدا جدا ميرنا نور الدين، واحده من افضل الاداءات التمثيليه النسائيه في رمضان ان ما كانش الافضل. وبما اننا اتكلمنا عن الاداءات التمثيليه، فطبعا الاداءات التمثيليه من الكل كانت عظيمه. كريم عبد العزيز في شخصيه حسن الصباح، يعني نقدر نقول كمان انه في اخر حلقتين علّى على نفسه جدا كريم عبد العزيز في شخصيه حسن الصباح، هو عمل فيها كل ما يمكن انه يتعمل، وكفايه انه عمل شخصيه الشر بالشكل الهادي اللي فعلا يخوفك. ودايما بقول ان كل ممثل ليه كده دور هو اللي بيبقى اهم دور في حياته، فاعتقد ان دور حسن الصباح هو اهم ادوار كريم عبد العزيز في حياته، وهتفضل الناس فاكراه. برضه من الاداءات المميزه احمد عيد في دور زيد بن سيحون، شخصيه كمان هو قدمها حلو تمثيليا، والشخصيه كمان تقلباتها كانت حلوه وهو ابرزها حلو. والشخصيه دي من الشخصيات اللي كانت محببه بالنسبه لي، لانها كانت ضيفه عشوائيه في الاحداث. برضه كنت تحس ان شخصيه زيد بن سيحون دي شخصيه عشوائي، فكانت شخصيه عشوائيه وكانت عامله جو حلو قوي. والصراحه انا حسيت انها لما انتهى دورها من المسلسل انا اتضايقت بصراحه. برضو الاداء التمثيلي لسامي الشيخ في دور برزك أميد اداء رائع. احمد عبد الوهاب في دور يحيى بن المؤذن، زي ما قلت لكم الشخصيه دي كانت سريه، وهو كمان احمد عبد الوهاب اداها حلو جدا. ومن الشخصيات الحلوه برضو في المسلسل واللي اتعملت حلوه قوي هي شخصيه صهبان البلان اللي كان صديق عمر الخيام. يعني كفايه اقول لكم ان شخصيه عمر الخيام كانت ناس كتير بتتضايق منها في الاول، لانها شخصيه شايفين انها شخصيه شاعر وحاسين ان هو بره الاحداث شويه، على الرغم من ان هو صديق حسن الصباح في الطفوله والكلام ده كله، والمفروض ان هو يعني يكون مصدر اهتمام برضه، لكن الناس ما كانتش حابه مشاهده لحد ما دخلت له شخصيه صهبان، واللي بعتبرها من اذكى الحاجات اللي عملتها الكتابه، لان شخصيه صهبان دي انعشت جدا مشاهد عمر الخيام، لان شخصيه صهبان شخصيه عشوائيه قوي برضو، واقعيه، راجل خواف، راجل بيقع بلسانه كتير، دبش، فشخصيه واقعيه قوي، فخلت الناس حبت شخصيه عمر الخيام. حتى يعني في الحلقه الاخيره كان ليها تكريم خاص الشخصيه، لان كان واضح ان حتى يعني الكاتب حب الشخصيه نفسها، يعني هو حتى عمل لها مشهد تكريمي في اخر حلقه. فالاداءات التمثيليه بشكل عام كانت عظيمه. طبعا دور فتحي عبد الوهاب نظام الملك، فتحي عبد الوهاب يعني من الممثلين الكبار جدا. نروح برضو لحاجة حلوة من الحاجات اللي كانت موجودة في المسلسل، هي تصميم المعارك. تصميم المعارك كان على أفضل ما يكون. المعركة اللي كانت في الحلقات الأولى كانت معمولة بشكل مبهر جدا، عظيم جدا، كانت حاجة إخراجيا هايلة. المعركة اللي كانت موجودة في السجن اللي كان بيهرب منه حسن الصباح اللي كان بطلها برزك أميد، المعركة دي كانت هايلة، المعركة دي كانت جميلة جدا، من أفضل المعارك بالسيوف اللي شفتها في الدراما المصرية. فلازم نشيد بالنقطة دي، لأن نادرا لما بنشوف حاجة معمولة بالإتقان ده في الدراما المصرية. وده طبعا لأن المسلسل معاناش من التسرع، المسلسل اتأجل من السنة اللي فاتت، فواضح ان التأجيل ده جه في مصلحته جدا، وواضح ان التأجيل ده فعلا كان علشان المسلسل يطلع في أفضل صورة، وده اللي حصل فعلا. المسلسل طلع بشكل حلو، فنقدر نقول ان المسلسل ده من المسلسلات اللي اتنفذت بشكل حلو قوي. برضو من المميزات اللي في المسلسل على مستوى الكتابة تطور الشخصيات، انت طول الوقت بتشوف الشخصيات بتتطور، حتى لو احنا في اوقات كتير زي ما قلت لكم احنا مش طول الوقت تاريخيا ماشيين بالسنتي، بس برضو نهايات الشخصيات هي ماشية تاريخيا، فبالتالي انت بتشوف فعلا الشخصيات بتتطور لحد ما توصل لنهايتها ازاي. ودي كانت حاجة برضو حلوة قوي. تطور الشخصيات كان حلو، بناء الاحداث كان حلو. المسلسل كتابيا من وجهة نظري عمل حاجات كتير كويسة، في رسائل كتير اتحطت كويس، ما رحناش لمشاهد خطابية كتير في اوقات كتير، حتى الاوقات اللي كنا مثلا بنشوف فيها انقلاب دنيا زاد زوجة حسن الصباح عليه ما بنشوفش ده بمشاهد خطابية. فكل حاجة كانت مظبوطة الصراحة في المسلسل ده. برضو من مميزات الكتابة ان هي خلتك مش عارف الشخصيات ممكن تنتهي على ايه، يعني انت في شخصيات حسيت ان هي ممكن تكمل معاك وفجأة لقيت دورها انتهى، والعكس صحيح. فحسيت ان الكتابة كانت عندها دايما من المهارة في ان هي دايما تخليك مترقب مصير الشخصيات، مش عارف الشخصية ممكن تنتهي ولا لا، ودي حاجة كويسة، لان انت لو عارف ان الشخصية هتعيش فانت كده حاسس انه طب وبعدين ايه المفيد في كده، ما انا عارف ان هو هيعيش.
انما انت طول الوقت مثلا لما بتشوف شخصيه بتبقى مش عارف هي هتنتهي على ايه. شخصيه يحيى مثلا ابن المؤذن، انت طول الوقت انت مش عارف الشخصيه دي نهايتها امتى. وبرضه شخصيه زيد بن سيحون انت ما كنتش عارف هي هتكمل ازاي. وبرضه من المميزات في الكتابه في الحلقه الاخيره بالذات او في اخر حلقتين، برضه من الحلقات الحلوه اللي شفتها في اخر حلقتين، هي صراع العقل ما بين برزك أميد وحسن الصباح. كان صراع عقل معمول حلو قوي، ازاي برزك أميد استخدم السلاح بتاع حسن الصباح ضده. فدي كانت ذكيه جدا وحلوه جدا واتعملت بصياعه. وطبعا زي ما قلت لكم الكتابه ما كانتش بتعتمد على التأريخ بنسبه 100%، لكن في حاجات حقيقيه كتير زي فكره ان هو صاحب مفتاح الجنه والكلام ده كله. فالحاجات دي اتوظفت صح، وتوظفت معاها الحاجات الدراميه صح. يعني احنا قدرنا نوظف الدراما والتاريخ بشكل متوازن جدا، ودي اكبر ميزه من مميزات الكتابه. المسلسل ده بشكل عام مسلسل ممتع جدا، عجبني، اديله تقييم 9.5/10. من المسلسلات اللي استمتعت بيها جدا طول رمضان، حتى لو كان في شويه ارباك في الاول، لكن ده بعد كده ما كملش، وبعد كده بقى المسلسل سهل قادر انت تتابع خطوطه وتلمها. اتمنى ان نجاح المسلسل ده يشجع على انتاج نوعيه تاني من الاعمال دي، الاعمال التاريخيه اللي واخده من التاريخ. يعني لان احنا عندنا الاحداث التاريخيه فيها داتا كتير كويسه، فيها حاجات كتير تنفع تكون دراميه وتبقى دراميا متماسكه كمان. فاتمنى ان احنا نستخدمها ويكون مسلسل حشاشين ده بدايه لده، خصوصا ان الناس اهتمت بيه، بس طبعا مع الاحتفاظ بمميزات الحشاشين اللي هي ان احنا نحاول ان احنا ما نتسرعش وندي الحاجه وقتها. مسلسل حشاشين لما خد وقته طلع منه في الاخر عمل مبهر جدا، عمل حلو جدا على كل المستويات، عمل ممتع وعمل برضه تاريخي. يعني ده كده كان كلامي بشكل عام عن مسلسل الحشاشين. ومع نهاية مسلسل الحشاشين ومع نهاية مراجعة مسلسل الحشاشين تكون حلقتنا الأخيرة من سلسلة ليه رمضان انتهت. كنت مبسوط معاكم جدا طول السلسلة، كنت مبسوط مع الناس اللي بتسمعني والناس اللي بتدخل تناقشني، وكنت مبسوط بالأسئلة والنقاشات اللي كانت الناس بتدخلها معايا في أكتر من مسلسل بعد كل مراجعة. بما إني في آخر حلقة من سلسلة ليه رمضان، ففي رسالة هتطلع برضو المرة دي، بس المرة دي مش هتطلع من مسلسل أو فيلم، الرسالة المرة دي هتكون من البودكاست نفسه. الرسالة دي هي اللي هتخليني أشكر ناس كتير ساعدت في وجود السلسلة دي وفي إنها وصلت للحلقة دي في رمضان وانها استمرت معاكم طول شهر رمضان. من المهم ان الواحد يحس ان عنده الاهل اللي بيدعموه والصحاب اللي بيدعموه، الناس اللي واقفه دايما في ظهرك بتسندك، بيسندوك باللي بيقدروا عليه او حتى يسندوك بكلمه. ففي ناس كتير كانت تستحق الشكر لانها قدرت ان هي تكون دعم وسند لهذا البودكاست ده، ولازم اقولهم طبعا، وهم احمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، احمد قطب، فريده بديع، كارمن السراج، مريم جمال، لما لؤي، ريم فايق، خالد حمدي، نورهان عز الدين، حبيبة حجاب، وهبة توكل. انا عارف ان انا قلت اسامي كتير قوي والموضوع انتوا حسيتوه غريب، بس انا حسيت ان كل واحد من دول لازم اشكره على الدعم اللي قدمه بشكل مباشر او غير مباشر، لانه كان جزء من اجزاء نجاح السلسلة دي، جزء من اجزاء ان السلسلة دي كملت لحد دلوقتي. فبشكر كل واحد فيهم، ودي الرسالة اللي زي ما قلت لكم انها طالعة من البودكاست المرة دي، ان دايما الواحد بيبقى محتاج الناس اللي تقف في ظهره، محتاج الناس اللي تدعمه من غير مقابل. لما تلاقي الناس دول موجودين حافظ عليهم، لان هم دول اللي دايما هيبقوا واقفين في ظهرك وهيسندوك، هيقوموك لو انت وقعت، ولو انت حتى ما وقعتش برضه هيزقوك ناحية هدفك. هيبقى كل همهم ان هم يشوفوك وانت رايح لهدفك ويدعموك ويسندوك. دول الاهل والصحاب اللي دايما هيبقوا في ظهرك وبيدعموك ودايما في ظهرك. ويا بخت اللي لقى ناس تسنده في رحلته، لان هم دول الناس اللي يستحقوا ان انت تدور عليهم ويستحقوا ان انت تحافظ عليهم في حياتك. هي دي الناس اللي بتبقى ظهرك اللي لازم تحافظ عليهم. بشكر كل واحد منهم لانه ممكن يكون كان بيساعد من غير ما يعرف، بس بيعمل ده من قلبه. يمكن انا طولت كلام شوية في الحتة دي، بس دي كانت رسالة لازم اقولها للناس دي كلها واشكرهم مرة تاني. كده انا خلصت كلامي، شكرا ليكم كلكم مرة تاني، وان شاء الله سلسلة رمضان بعد ما انتهت تكون موجودة معاكم السنة الجاية ان شاء الله في رمضان في موسم تاني. وبعد الاجازة هنرجع مرة تاني لبودكاست الكتابة فكرة، وكلامنا عن الافلام والمسلسلات بشكل عام هيكمل. استنوني بعد الاجازة ان شاء الله في بودكاست الكتابة فكرة، وسلام عليكم.